شايف ان في فرصه للصف الثاني ان هو يثبت جدارته، ولكن عليه ان هو يكون حذر، لان في اللقاء السابق او في الدور الماضي في هذا الدور انا شايف ان ما ينقص ريال مدريد هو بطوله الكاس مع زين الدين زيدان، لانه حقق كل البطولات الممكنه وعليه ان هو يبدا سنه جديده. وعلى الرغم من السنه اللي فاتت كانت مميزه جدا بالنسبه لريال مدريد 5 بطولات، الا وانها انهاها نهايه غير سعيده بالخساره في الكلاسيكو، عكس برشلونه اللي لم يحقق الا بطوله الكاس الموسم الماضي وانهاها نهايه سعيده بالفوز على الميرينجي في سانتياغو بالنابيو. مباراه جديده في بطوله جديده وعلى فريق ريال مدريد ان هو يكون في الموعد. ملعب اذا لوس باخاريتوس الجديد في سوريا مثلما نشاهد، عناق اذا بين اللاعبين الرياضيه عاليه. اذا فريق المنفيه لا يخسر شيئا في هذه المباراه، كل الضغط على ريال مدريد الذي يبدو ان هذا هو الهدف الاقرب لزيزو والريال هذا الموسم. مثل ما قال هيثم، البطوله لم يحققها زيدان مهمه يمكن في الفتره الاخيره او في السنوات الاخيره بطولات الكاس بدات تاخذ يعني اهميه في نعم. في اوروبا. لا شك ان بطوله كاس اسبانيا اخذت اهميه في السنوات الاخيره. مباراه من هذا النوع